مثل ما كل ثورة بالعالم بتغير نظام الوظائف، كمان بتخلق وظائف جديدة. يعني الريفولوشن اندستريال مثلا صحيح خسرت كتير ناس وظائفها، بس خلقت بالمقابل وظائف جديدة. اليوم العالم مقسوم بين يلي خايف على وظيفته، بين يلي راكد يتعلم الاي اي وكيف يستفيد منه ويطور حاله ووظيفته. بظل هالانقسام اعلنت مايكروسوفت عن دراسة جديدة عملتها بتكشف فيها اكثر 10 وظائف مهددة، ومش قصة انه هالوظائف ضعيفة او مش مهمة، بس لان الاي اي صار قادر يعملها، وبالمستقبل بركي يكون اسرع احسن وادق. بهالخبر رح نشوف بس الليست بلا ما نغوص أكثر بنتائج الدراسة وتحليلها. بالمرتبة العاشرة المذيعين ومقدمي البرامج، بالمرتبة التاسعة وكلاء التذاكر موظفي السفر، بالمرتبة الثامنة موظفي تشغيل الهاتف، بالمرتبة السابعة اللي ببرمجوا السي ان سي، بالمرتبة السادسة ممثلو خدمات العملاء، بالمرتبة الخامسة الكتاب والمؤلفين، بالمرتبة الرابعة ممثلو مبيعات الخدمات، بالمرتبة الثالثة مضيفو الطيران، بالمرتبة الثانية المؤرخين، بالمرتبة الأولى المترجمين وخصوصي يلي بيعملوا ترجمة فورية.